السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم غادي نحضروا دي مارلين او دي كاب كيك كيجيو اقتصاديين ولذاذين وكيجيو خفاف وقطنيين من الداخل. كيف كتشوفوا في الصورة راهم كيجيو من الداخل خاويين والمذاق ديالهم بنين بزاف. وهاد المكونات او هاد لي مارلين راهم كيجيو اقتصاديين بزاف. فقط كنحضروا 12 قطعة غير بيضة وحده. مكونات جد بسيطة كتشجع الانسان انه يديرهم من اول ما يشوف الفيديو. على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير مع المقادير. بالنسبه لهاد المقادير غادي نحتاجو، عندي هنا نص كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال زيت نباتيه، وعندي نص كاس ديال السكر، عندي قبيصه ديال الملح، عندي واحد المعلقه ديال فيرميسيل شوكولا هذا بطبيعه الحال اختياري، عندي بيضه، واحد ساشي ديال خميره الحلويات فئه 100 غرام، وواحد المعلقه كبيره ديال الخل. في واحد الاناء غادي ناخذ اول حاجه الحبه ديال البيض. الا بغيتو يجيكم لي بارلين يجيو منفوخين يعني من الاحسن يجيو عامرين، ديروا حبه ديال البيض تكون كبيره. انا هنا عندي غير بيضه صغيره ولكن ماشي مشكل غادي نديرها. كنضيف لها قبيصه ديال الملح. من الاحسن البيض والحليب ما يكونوش درتوهم في الثلاجه وتخدموا بهم مباشره، خرجوهم من قبل. غنضيف نص كاس ديال السكر. انا كيعجبوني نديرهم ناقصين شويه الحلاوه على ولد بنتي، كنبغيش يكونوا حلوين بزاف، يعني هنا نص كاس راني ما درتوش كامل، حيت له واحد المعلقه كبيره. غادي ناخذ واحد الفوي ونحرك غير بيدي هكا بسهوله، كيتجانسوا لنا المكونات. كنضيف لهم نص كاس ديال زيت نباتيه وكنستمر في التخليط. غادي نضيف لهم نص كاس الحليب. تقدروا تعوضوا الحليب واحد الياغورت صغير الا ما عندكمش. هنا غادي نضيف كاس ديال الدقيق يكون عامر مزيان، يعني نفس الكاس اللي غتاخذوا به جميع القياسات باش يكون المقادير مضبوطه. انا هنا غادي نستعمل واحد الكاس يكون عامر ديجا اللي غربلته. من بعد غادي نشوف واش غادي خصني نزيد ولا لا، على حسب النوع ديال الدقيق واش كيتشرب وعلى حسب الحجم ديال البيض حتى هو. انا غادي نستعمل هنا كيبان لي انه مازال خاصني شويه ديال الدقيق. غادي نضيف واحد الخماره. بالنسبه كيف كتشوفوا الخليط ديالي راه مازال جاري شويه. غادي ناخذ الكاس الثاني وغادي نقول لكم شحال خدا ليا بالضبط الكميه من الكاس الثاني. غادي نضيف غير شويه بشويه حيت الخليط راه ماشي سايح بزاف. انا تقريبا ما كاملش ربع ديال الكاس اللي زدت. غنستمر في التخليط وانتم عينيكم ميزانكم. هاد لي مارلين هادو راه كيجيو لذاذين بزاف، مفشفشين وخاويين من الداخل. وشي حاجه ديال الدار كتبقى احسن ديال الزنقه، لان ديال بنتي انا بالنسبه ليا كتبغيهم بزاف، وديال الزنقه فيهم الحلاوه وفيهم السكر زايد ما كيعجبنيش نعطيهم لها. هنا راه غادي نزيد واحد الرشيشه ثمن واحد المعلقه كبيره، يعني خدا ليا هاد المقادير خداو ليا كاس وربع ديال الدقيق. صافي غادي نخلط مزيان تجانس ليا داك المكونات كامله. شوفوا القوام ديال الخليط ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش هكا سايح. كنضيف واحد الرشيشه او واحد المعلقه ديال الخل. الدور ديال الخل في الاخر باش منه كيحيد داك اللوغو ديال البيض، ما كيبقاش هكا ديك النسمه ديال البيض عاطيه، وكيخلي الكيك يجي منفوخ. هنا غادي ندير داك الفيرميسيل شوكولا، طبعا اختياري، الا ما عندكمش ما تضيفوش راه ما كيديرش شي اضافه، غير كيجي في المنظر هكا زوين وصافي. صافي هنا الخليط ديالي راه واجد. غادي ندير له واحد بيسولوفان ونخليه يرتاح لمده ديال ساعه حتى لساعه ونص ونرجع معكم. هنا من بعد ما ارتاح ليا الخليط ديالي مزيان، يعني طبيعه الحال من سر النجاح ديال لي كاب كيك او لي مارلين باش كيجيو منفوخين ماشي مباشره ما تخلطوهم طيبوهم، يعني خليهم يرتاحوا غير على برا واحد ساعه حتى لساعه ونص. كل ما ارتاحوا كل ما كيجيو هكا منفوخين يعني داك الشكل ديالهم كيجي بحال مبوق من الفوق، ما كيجوش هكا مالسين.
هنا خديت المول ديال 12 قطعه بطبيعه الحال. غادي ندير فيها هاد الكويرطات. كيف كتشوفوا الكويرطات راه عندي انا كبارين على الحجم ديال القالب، يعني هادو اللي كانوا متواجدين عندي. ملي كديروا الكويرطات صغار على قياس المول اللي عندكم راه كيجيو منفوخين وكيجيو عامرين. هنا باش عندي من جهه عندي الكويرطات كبار، ومن جهه عندي حبه ديال البيض صغيره، يعني ما غاديش نعمرهم مزيان. غنكتفي انني في كل كويريط غندير معلقه ونص باش نكمل 12 قطعه. وهادو اصلا دايرهم غير للدار غير لبنتي، يعني ماشي مشكل ما يجونيش هكا منفخين. ولكن الا درتو المقادير اللي قلت لكم بالضبط، حبه ديال البيض كبيره وهذا، راه غيجيوكم 12 قطعه وغيجيو عامرين ومنفوخين. والكويطات هما كيلعبوا دور باش كتكون الكميه اقل او لا اكثر. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل جميع الكويطات اللي عندي. اصلا انا كنتعمد انني نديرهم هكا ما يكونوش عامرين كبار بزاف، لان بنتي كتبغي تاكل كل نهار وحده ولا جوج في النهار، يعني ما كتبغيش فيما نعطيها وحده ما كتقدرش تكملها الا كانت كبيره، يعني كنضطر ندير لها هكا وحيدات صغار باش كل وحده كتكملها. المهم هو داكشي اللي عندنا نديرو به شي حويجات زوينين ديال الدار احسن من ديال الزنقه بألف درجه، ونفرحوا وليداتنا. صافي هنا كيف راه غادي غيقدني الخليط، واخا الكويطات كبارين ما عايشوش نافخين بزاف كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو، ولكن ماشي مشكل. المهم هو كيجيو لذاذ وزوينين. نتمنى تجربوهم. صافي راه القياس جاني نيشان. في هاد الاثناء راني نشعل في الفران، شعلته غير من التحت وخليته مجهد باش يسخن ليا مزيان، باش منين نبغي نخشي الليمون ديالي نقص ليه البوطه مزيان ونحسب ليه تقريبا واحد 20 دقيقه، عاد نهبطو لتحت باش يتحمروا. صافي غادي نخشيهم دابا. وها هو من بعد ما خرجتهم من الفران كيف كتشوفوا خداو داك اللون الذهبي. شفتوا كيفاش كيجيو مقوقين من الفوق، ما كيجوش هكا بحال شي كيك هابط لينا في الفران، واللون ذهبي. صافي هنا راه وجدوا لي لي مارلين ديالي. كيف كتشوف راني حيت وحده من الكاغيط ديالها باش تشوفوا انها ما كتلصق ما والو، كتجي خاويه من الداخل. كيجيو ما كيبانولوشكم كاع معجنين، كيجيو قطنيين ولذاذ. كنتمنى تجربوهم، ولا نالوا اعجابكم بطبيعه الحال. كنتمنى تضغطوا لايك للفيديو وتبارطاجيه وتشاركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه واحوال طيبه وانتم كتشاهدوه. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد، ودمتم في رعايه الله.